الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي مش حقيقي ومعمول بالاي اي. انا مجرد افاتار واللوكيشن ده مش موجود وصوتي معمول بالذكاء الصناعي. لا استنى، ما تقلقش، بهزر معاك. او يمكن مش بهزر. شفت؟ في ثانية واحدة بس عقلك بدأ يشك، ودي مشكلة مرعبة لأننا دخلنا في عصر بقينا مش واثقين فيه بعينينا. او الاحساس الرزل اللي جالك ده انك ممكن تكون بتتغفل من الاي اي، هو ده بالظبط القلق اللي بيحسه كل المبدعين الفتره دي. ومع الطفره المرعبه للاي اي، اي حد بضغط الزرار بقى بيطلع صوره خرافيه او يكتب سيناريو الفيلم او يطلع لحن يدوخ، وكل ده بعد ما يكتب شويه كلام وهو قاعد في اوضته ما قامش حتى من مكانه. في اللحظه دي طبيعي تسال نفسك، طب وانا لازمتي ايه لو الكمبيوتر بيعمل الفن احسن مني ومنك؟ ليه نتعب وننزل نصور ونكتب ونمنتج؟ هل احنا كبشر بنودع كل اللي احنا عرفناه عن صناعه الفن؟ هل الاي اي بيهدد ابداعنا؟ خليني اصدمك واقول لك اني شايف ان العكس هو اللي صح، لان الاله وهي جايه تاخد مكاننا كشفت لنا السر الوحيد اللي مستحيل تقدر تسرقه منك. ايه هو السر ده؟ هات كوبايه الشاي بتاعتك ويلا بينا ندردش، لان الكلام اللي هنقوله النهارده هيخليك تشوف الفن والحياه بطريقه تانية خالص. تعال نفكك الموضوع سوا. الذكاء الصناعي دلوقتي بيقدر يطلع لك صورة واقعية بيرفكت، يعمل لك مشهد مثالي أو لوحة عبقرية. طب هو بيعمل ده ازاي؟ ببساطة وعشان ما دوشكش بالتفاصيل، هو بيعمل إعادة تدوير لحاجات تانية موجودة على الإنترنت. في المقابل الفن البشري سواء كان صورة أو لقطة في فيلم أو جملة في سيناريو، هو بيديك أنت كفنان حاجة تعال نسميها مع بعض بصمة الحضور. يعني إيه؟ يعني لما تنزل بالكاميرا بتاعتك وتقف على الكورنيش مستني اللحظة اللي النور بيضرب فيها موج البحر عشان تلقط الصورة دي مش مجرد بكسلات ملونة، الصورة دي هي وصل بيثبت انك كنت هناك، انك عشت اللحظة دي، حسيت بنسمة الهواء وشفت بعينك تفصيلة يمكن 1000 واحد عدى من جنبها وما خدش باله منها. نفس الكلام في الكتابة، لما الكاتب يكتب مشهد يقطع قلبك هو مش بيرص كلمات، هو بيطلع حتة من وجعه الشخصي، موقف عاشه وهو صغير، دموع حقيقية نزلت من عينه وهو بيكتب. اما الذكاء الصناعي هو ما عندوش الحياه دي عشان يديك ليها بصمه، هو ما عندوش ذكريات، ما بيحسش لا ببرد ولا بحر، ما عيطش قبل كده وما فرحش من قلبه. الآلة بتديك نتيجة شكلية يمكن تكون مثالية، لكن البني آدم بيديك التجربة الكاملة ورا النتيجة دي. هتقول لي طب ما هو المشاهد في الآخر بيشوف النتيجة النهائية على الشاشة وما يعرفش أنت تعبت فيها قد إيه أو كنت حاسس بإيه ساعتها. تفتكر يعني هو هيحس بالفرق؟ يعني هل روحك دي بتوصل للمشاهد فعلا ولا دي حاجة إحنا بنضحك بيها على نفسنا؟ قبل ما أجاوبك على السؤال ده خليني أنا أسألك سؤال. لو أنا جيت النهاردة وبأحدث أدوات ال AI عملت لك صورة مثالية لحد الله يرحمه كان غالي عليك قوي، صورة ما فيهاش غلطة، ملامحكم فيها واضحة بالملي، ألوانها مبهجة جدا، هل الصورة دي هتلمس قلبك؟ غالبا لا. ممكن تنبهر بالجودة بس هتحسها باردة ما فيهاش روح. لكن لو مسكت في ايدك صورة قديمة ليكم مهزوزة شوية، الوانها باهتة ومخربشة، متصورة بكاميرا قديمة جوه بيت قديم، هتلاقي عينك دمعت. ليه؟ لان الصورة القديمة فيها نور حقيقي، النور ده نزل على وشوشكم بجد وانعكس على عدسة الكاميرا في لحظة زمنية حقيقية عشتوها سوا. الصورة دي شايلة ريحة المكان، شايلة العفوية واللحظة اللي مش هترجع. الذكاء الصناعي شاطر جدا في الكمال، والكمال ده هو بالذات اللي بيخليه ممل. الآلة ما بتغلطش، ما بتترددش، ما فيهاش عشوائية البني آدم. كل دي ممكن تكون عيوب بشرية أو تحديات هي اللي بتدي بصمة الحضور للعمل، واحنا كبشر بنتواصل مع القصة والضعف الإنساني مش مع المعادلات الرياضية. ودي حاجة الآلة عندها مشكلة كبيرة فيها. هي تقدر تقلد الشكل، لكن هل تقدر تقلد الحضور الإنساني نفسه؟ هنا بقى الموضوع يبقى أغرب، لان المشكله مش ان الاي اي ذكي، المشكله انه كشف حاجه مستخبيه فينا احنا، كشف اننا بقالنا سنين بنتحول لآلات من غير ما نحس. ركز معايا عشان النقطه اللي جايه دي مهمه جدا. تفتكر ليه كل لما تفتح السوشيال ميديا تحس بالعجز لما تشوف تول جديده لسه نازله بتختصر بضغطه زرار شغل كنت ممكن تقعد فيه ايام انت والتيم بتاعك؟ الحقيقه المره ان السوشيال ميديا بقالها سنين بتجبرنا نتحول لآلات. حتى قبل الظهور الكاسح للاي اي، السوشيال ميديا اصلا كانت بتعلمنا ازاي نشتغل زي الكمبيوتر. تقول لك نزل بشكل اسرع، خلي المحتوى اقصر، امسك الترند، كرر اللي نجح، خليك بيرفكت، خليك فايرال. ومن كتر الجري ده بدأنا ننسى صوتنا الداخلي اللي كان بيخلينا نعمل الحاجة عشان حابين نعملها فعلا، وعشان في فكرة قوية شغلانة وحابين ننفذها. بقينا نصور عشان الريتش، بقينا نكتب عشان الاي سي او، مش عشان عندنا حاجة حقيقية عايزين نقولها. يعني بالبلدي كده احنا بدأنا نفكر زي الاي اي قبل ما الاي اي يبقى موجود. وعشان كده لما ظهر فجأة واتقن لعبة الشكل السريع المبهر اتصدمنا، لاننا اكتشفنا انه بيلعب لعبتنا احسن مننا. بس هنا بقى المفاجأة الحقيقية، يمكن احنا اصلا بنلعب اللعبة الغلط. يمكن قيمة الفن عمرها ما كانت في مين يطلع أكتر صورة بيرفكت أو أكتر فيديو مبهر، يمكن القيمة كانت في حاجة تانية خالص. الكاميرا بتجبرك تنزل من بيتك، تتمشى في الشارع، تبطأ رتم حياتك السريع،
تركز في وشوش الناس وتشوف الجمال في الظل والنور. الكاميرا بتخليك حاضر في اللحظة دي. كمان الكتابة بتخليك تقعد مع نفسك وتفهم مشاعرك وترتب افكارك انت، مش اللي معتقد انها افكارك عشان تمشي ورا الترند. الاي اي مستحيل يعيش التجربة دي بدالك، هو بيديك النتيجة النهائية بس وانت بتتحرم من الرحلة. يعني على سبيل المثال فيديو زي اللي انت بتشوفه ده دلوقتي وانا قاعد بسجله وبظبط اللوكيشن وبقعد اعدل في الكاميرا والاضاءه عشان تطلع مظبوطه، وبنسجل ونعيد ونغلط وانسى الكلام وافتكره تاني. هل مش ممكن بسهوله جدا ادخل السكريبت ده لبرنامج الاي اي ويطلع لك افاتار بشكل بني ادم بيتكلم مكاني وبنفس جوده الكاميرا دي ويمكن احسن كمان؟ اكيد، وسهل جدا كمان. بس انا فعلا بستمتع بالتجربه دي وبستمتع اني عشت كل التفاصيل دي بنفسي، التعب والغلط والمتعه وانا بكلمك وبدردش معاك، كل ده هو اللي مديني الاحساس اني عايش وبعمل الحاجه اللي بحبها. الخلاصه يا صديقي، التغيير الرهيب اللي بيحصل بسبب الذكاء الصناعي ده مش جاي يموت الفن، ده جاي يرجع الفن لاصله، جاي يعمل غربله. لو كل اللي انت عايزه من الفن هو مجرد منتج شكله حلو ونظيف وسريع، فانت في الحاله دي ما بقتش محتاج كاميرا ولا قلم ولا لوكيشن، روح للاي اي وهو هيخلصك في ثواني. لكن لو الفن بالنسبه لك طريقه تعبر فيها عن نفسك وتجرب وتحاول وتفشل وتنجح وتفهم نفسك والناس اكتر، فالاله عمرها ما هتعرف تاخد مكانك، لانها مهما بقت ذكيه ما عندهاش قصه، انما انت عندك. ويمكن دي الحاجة الوحيدة اللي التكنولوجيا مش هتعرف تسرقها منك أبدا. فامسك كاميرتك، اكتب فكرتك، صور، اغلط، جرب، واتبسط بالرحلة نفسها. ولأن في قانون العرض والطلب كل ما كانت الحاجة نادرة سعرها وقيمتها بتزيد، ففي عصر الاي اي مفيش أندر من التجربة الحقيقية. ويمكن الاي اي ما جاش ياخد مكان الإنسان، هو جه يفكرنا يعني ايه إنسان أصلا. قبل ما انهي عايزكم تكتبوا لي في الكومنتات وجهة نظركم عن الموضوع وتجربتكم الشخصية، وخلونا ندردش ونتناقش سوا. وطبعا ما تنساش اللايك المتين واشترك في القناة عشان يوصلك الفيديوهات الجاية. هشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.